حبايبي مو تقومون تحشون علينا بالتعليقات، ترى ما شاء الله قلنا خير من الله شباب، قلنا خير من الله. السلام عليكم، حي الله المتابعين. نبتدي حلقتنا بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. نبتدي حلقتنا ويا الأرافل شباب، لأن الأرافل ما شاء الله صلى على محمد وآل محمد. طبعا صارت عندنا تغيرات، قمت أصحى من الصبح شباب. أريدكم بهذا الفيديو شنو ما تقصرون، لأن الشباب صرنا قد احنا قاطعين تقريب شباب، يمكن صار لي بالعشرة أيام ما ناشركم فيديو كأقل. ليش شباب؟ تقريب صار له 5 أيام كل ما أريد أنزلكم فيديو وتصير عندي شغلة يا فراغة ماكو. تقريب لطيور صار لها زقد 5 أيام ما طالع، يمكن بس شنو بس ربع ساعة، لا مو ربع ساعة، أقول نص ساعة. هاي 4 أيام 5 أيام. الله شاهد شباب، شنو فراغة ماكو الله شاهد. هسه نطلعهن، هسه دينا الصبح شباب. واريدكم شنو هذا المقطع توصلونه زقد 1000 لايك. شوفوا لها الزاج الشباب. طبعا هذا زاج جبته جديد بس لا يطير هو. شين شباب جبته قبل شمرته وياهن، قبل شباب شنو شمرته وياهن من جبته. شوف هذا المخبوط مالتهن يعني شباب، الطيور ما مندشرة. شوف هالسيدة الطيور ما مستغربة من الموبايل شنو، بس لا طير انت الزادة. وانت ما طالع الزاجة، هسه انا طيرهن. تعال شوف الزاجة. طبعا هاي يصعد واحد وينزل الزاجل. حتى جبت لاسل بته ولا هاي قبل شمرته وياهن. هذا الطاني يا صديقي، تذكرون شباب هاي الطيرة اللي جبناها؟ تذكرون الويفر؟ هاي الطيرة البولندية الصفرة كانها زاجل. ماخذ لها زاجل اصفر، كله اصفر، طابقه عليها شوف دابه. هذا واحد معثن، واحد هذا ذيله ابيض، يمكن بس ريشتين من 3 بذيله صفر، والباقي ذيله كله ابيض. واخوه الثاني ذيله كله اصفر و3 ريشات اعتقد، مدري ريشتين بيض بالعكس، بس هذا اعتقد الاكبر يعني ذاك اصغر. وهاي التفريخة الجديدة مالتنا اعتقد كلها اصفر ذاباته، يعني مو على الاماية. سدن مستغربات ليش ما جاي طلعن. ما شاء الله صلى الله على محمد وعلى محمد. ثاني شباب شوية الطيور نطلعها نحركها، بقديش الطيرة وهذا الفرخ. اما الله شاهد، حتى الطيور اخاف وانا اعوف المفتوحة وانزل له جوا، حصل علي اعوف الطيور مفتوحة. شباب الجو حار، حصل علينا تعوف الطيور مفتوحة، لان مثل ما قال ابو الشنب اهل الشواكيج 24 ساعة مفتوحة طيورهم، بس يدور له صيد عن وشنو يروح يجيب بيه اكل للطيور، يعيش بيه هو يجيب بيه حفاضات، معجون، حليب ذني. طبعا هذا الفرخ، وهاي الثانية امه. طلعن انتين، لا انا طلعتين ذني شباب. طبعا ذني بترتين وهلستين يا ما ادري بيها الطيرة، لا هي طالعة كما قبل تطلع. مع شباب سد الباب، شو تقولون؟ انا الطيور ما طب شباب. طبعا هسه هذا الفحل وهاي الطيرة ذني هلستين وبترتين. بس شوفوا لي شباب هذا المخبوط، شوف وين راحن قبل الخانات. هي شغلة الكبار شغلتها تعبانة. يقول هو مثل ما قال ابو الشنب، الشواكيج تجيبون وتلمون بهالشواكيج. حتى قمت الطيرة الكبيرة ضوج ما عنده، بس تسوي؟ الى بالشاكوش هيك يريد تسوي له؟ يعني هسه الفرخة ما توالم وياهم. وانا هاي اول مرة بحياتي اجني انا ارافل.
ها شباب اول مرة بحياتي. كله قبل كان عنده حمر، زواجي، شوامل قبل لا اسوي قناة. فحتى ان اراويكم شباب الخانات الصاير بيهن. انا اراويكم الخانات. شباب هاي ما ادري هاجمة عليهن. هاي طبعا حطيت انا خبزة، جريد، هاجيم، مدى بزونة. شوف هسه هاي، شوف شباب الضروق. الله هاي رادتها تنظيف تكرم، رادتها تنظيف وفراغه ماكو. تباوح هذا الزاج راح يطير ويروح. هذا الزاج بس يريد واحد حارش بيه، بس يريد واحد حارش بيه هذا الزاجل، وهذا ويبر. ما شاء الله، صلى الله على محمد وآل محمد. شباب لا تنسونا بالتعليقات كتبوا اللهم صل على محمد وآل محمد على مش شنو صار لنا واهس في المقطع شوية يصعد. لا 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 على ابليسك. ماشيين شباب. شوف هسه جماعتنا هناك مطلعين طيورهم. طار قدامكم خو، هو طار ونزل. الله شاشين شباب الطيور ما مفتوحة، ما مدشرة، فخاف عليها لا شان روحه، لان لا شان روحه شو تقول له سلم لي. بس عندكم هذا يطير، هذا الفرخ اللي ارفلي هذا مأمن ما عنده، يطير وينزل وضعيته تمام. مطيرك اصعد التويبر، اصعد ويبر. شوف شباب هذا الزاجل. ما شاء الله شباب. ذني يطيرن. ذني يطيرن، بس انا اخاف من الزاجل يشيل روحه. لهناك الدنة، لهناك عم دنشك. شباب شوف ها الزاجل تقريبا رابع صعدة. ها شوف شلون منقاره. تعال ويبر. شباب يصعد وينزل الزاجل ما عليه. ذاك ارفلي بذا الازرق غريب من شنو هذا. ذاك الشباب راح. هذا الشامل الاصفر مالها اعتقد جيراننا. احنا شنو شباب نفتحن نظل نقالب بيهن. شوف هذا الارفلي بذا الازرق. ذاك الشباب. وبعد لطش هناك بعد لا يتحاكى لها. نعطيهن وجبة اكل. طبعا كم يطير هذا الارفلي. هذا الارفل ذكرونه، هذا الفرخ اللي ربيته انا على يدي هذا ويبر. بس قدامكم هسه حارشته بالعودة ما يرضى، واخاف ان هذا يغمز. طبعا شباب الطيور لحد الان ما مريك. هذا قدامكم هسه حاليا. شباب صدق هنسولف لكم. ذاك يوم لقيت ارافل طيرة فحل مخاليب بالريشة الثامنة، لقيت بالسوق. اول ما جيت وياه اتفقت وياه واستوى. بعد استوى مشتهن جاي يتحاسب. ها الشباب اتفقت وياه قال لي بيشبه 15. هو ماخذ شقد، ماخذ زوجين ب20، هن مشتريهم من عنده ب20. هسه فدوة 5000 يربح. ها الشباب قال لي تاخذن، قلت له لا على راحتك لما تكمل الولد خاف تشتبه بيه. ها شباب شو على ما كمل الولد قلت له يلا اعطني اياهن. قال لي ب17 ذني. انت قلت له بس ب15. قلت شنو انا لا دور طاش كبير ولا هاي، بس قلت اجيب انا هلسه ونذبه ويا الطيور ويا الفرخات. هسه هذا الاكل انت شبيك، هذا الاكل ترى. هذا
الشباب قلت شوي نهلس نعود نكثر الطيور نقوم نطيرهن نتونس عليهن، بس ما صارت القسمة. يعني احنا اتفقنا 15 قبل قال له 17. ما شو تسوي له؟ قلت له ما ريتن. هو ماخذهن ب10,000 شباب، مشتريهن زوج على 10 ويدير بحه براسه 7,000 بالزوج. يعني عاد الزوجين إذا يبيع ب17. ياكل ذني. طبعا ذن الكبار ضوجن بس يدورن بالخانات، يدن طبا للخانات. يلا شباب، من هنا ورحت الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك والدعم على مود نستمر لكم في امان الله. مشاهدة ممتعة.